بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا مثل ما شاهدتوا بداية المقطع أحد الأخوان رسل لي صراحة أرقام قياسات المقاومة للضاغط، فيسألني هل الضاغط هذا سليم أو لا. سبقا تكلمت عن هذا الموضوع، الله يحفظكم. نصيحة لأي شخص يبغي يقيس مقاومة الأسلاك لملفات الضاغط، أولا يجب أن يكون الضاغط بارد بشكل طبيعي، يعني ما تجي تقيس المقاومة ما بين سلك الرننج مع المشترك أو الكومن وسلك الستارت زين ملف التقويم مع سلك المشترك السي، يعني الار مع السي والسي مع الاس. هذه هي كيفية تقيس المقاومة. في مقاطع سابقة ممكن تستفيدون منها في كيفية قياس مقاومة الملفات للمحرك، وهذه المقاومة راح تعطيك صراحة إذا كان المحرك سليم أو لا. طبعا مجموع المقاومتين يساوي المقاومة ما بين السي ما بين الار والاس، ما بين الار والاس، يعني المقاومة ما بين ملف المشترك مع الرننج مع ملف الدوران، ومقاومة ملف المشترك أو الكهرباء المشتركة مع ملف التشغيل، راح تعطيك المقاومة ما بين الملفين، مجموع المقاومتين. طبعا مثل ما هو كاتب السي والار المقاومة بينهم كانت تقريبا 2 اوم، والاس والسي كانت المقاومة بينهم 2 اوم. لذلك يجب ان يكون المجموع عندك 4، يعني 3.8 3.8 اوم او 3.9 او ايضا 4.1 او 4.2 راح يكون مقبول، لكن اقل من هذا ما راح يكون مقبول. ولكن بشرط مثل ما اقول يجب ان تكون درجة الحرارة للضاغط في حدود 25 درجة، يعني ما تجي تقيس المقاومة للملفات أو المحرك، ملفات المحرك للضاغط على درجة حرارة مثلا 40 50 زين 60 زين أو في الشتاء، وتجي تقول والله أنا أبغى أحصل مجموع المقاومتين بينهم. هذا خطأ. يجب الانتباه لهذه النقطة. درجة الحرارة يجب أن لا تتعدى 25 درجة، يعني يجب أن تترك الضاغط يبرد، دعه يبرد بشكل طبيعي، أو حتى ممكن أنت تبرده بالماء وبعدين تتركه لفترة مثلا ساعة أو ساعتين، وبعدين تأخذ المقاومة قبل ما تقرر إذا كان عندك محرك الضاغط ضعيف زين أو تالف زين، وقبل أيضا ما تقرر إذا كان الضاغط هذا يحتاج إلى استبدال أو لا. أعيد وأكرر، لا تأخذون قراءة المقاومة ما بين الملفات للضاغط أثناء ارتفاع درجة حرارة الضاغط، دعه يبرد وخذ الحرارة وخذ القراءات. إنزين، هذا كان المقطع بهذا الخصوص، لأن البعض صراحة فقط يبغى يأخذ القراءات ويقرر هل الضاغط سليم أو تالف. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في هذه المعلومة، في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع جمال. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وابداع الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. أعيد وأكرر، في مقاطع في القناة تعرفك أو تعلمك كيفية قياس ملفات الضاغط بشكل سليم. مع السلامة.